مساء الخير او صباح الخير عليكم. لو انتم مش عارفيني، انا ريهام عادل، عندي وصفات جميله. بس قبل ما نشوفها لازم نعمل سبسكرايب ونفعل الجرس عشان يظهرلكم كل جديد. النهارده بقى معانا بطه، هنعمل بط مشوي، معمول في الفرن بالورق العنب. تعالوا شوفوا بقى المكونات اللي احنا هنعملها. معانا دلوقتي الخلطه دي اللي هي هننقعها في ميه عشان خاطر نطلع منها الصفاره. تعالوا شوفوا المكونات اللي معانا ليمون، ومعانا قرنفل، ومعانا 2 توم، ومعانا ربع كوباية ملح، وربع كوباية سكر، ومعانا ربع كوباية خل. هنحطها في المية وهننقعها كده مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده. معانا مية طبعا لازم تبقى مغطياها. انا هحطها دلوقتي واحط المكونات بتاعتها دي، وممكن ننقعها ساعتين او اكتر لو حابه بيتيها برضو مفيش مشكله. وكل ما تكتري فيها التوابل والحاجات دي بيكون بتشيل منها الزفاره ويكون احسن. هنحط دلوقتي البطايه. طبعا انا هقعد اقلب فيها عشان هي مش طايلها، او ممكن تحطيها في طبق يكون اوسع. دلوقتي معانا بقى التتبيله اللي احنا هنخلطها فيها وهنتبلها بيها عشان خاطر نشويها فيها. تعالوا نشوف التوابل والمكونات اللي معانا. كلها بهارات، يعني حاجات كلها بتدي ريحه ونفس فظيع. بس اول حاجه هننشفها كده زي ما انتوا شايفين بمنديل من الميه عشان خاطر الماده التوابل اللي احنا هنحطها ما تنزلش من عليها. هنحط صويا صوص، وهنحط دبس الرمان زي ما انتوا شايفين كده، من كل حاجه معلقه. وهنحط معلقتين ليمون ومعلقتين خل، وهنحط ربع كوبايه زيت، وهنحط توابل بتاعتنا ديت ال5 توابل وال7 بهارات دي تجيبها من عند العطار. وهنحط ملح وسكر، معلقتين ملح ومعلقتين سكر. وهنا معانا بابريكا وكمون وفلفل زي ما انتوا شايفين كده. هنقلب الخليط ده كله ببعض ونقعد ندعكها كده عادي، ممكن بايديكي او ندعكها بالفرشه ونفتحها كده. لو انتي حابه تشويها من فوق على الشوايه بتاعه الفرن، تفتحيها كده وما تغطهاش عشان خاطر ما تقعدش تفتح منك وتشقق منك بعد ما نحشيها ورق العنب. ولو مش حابه برضو تفتحيها كده، ممكن بعد ما وهي في الفرن بالسكينه تقعدي تنغزي فيها كده عشان خاطر تنزل ميتها وتستوي بسرعه. انا هقعد طبعا ادعك فيها كده كويس، وادعكها من جوه بالتوابل بتاعتنا ديت. انت كل ما تكتري لها التوابل بتبقى ريحتها فظيعه ونفسها يبقى حلو جدا جدا. تجربتها فظيعه الصراحه. وزي ما انتم شايفين كده انا برضو نقعتها شويه في التوابل بتاعتها ساعه او اكتر. هنيجي بقى نعمل خلطه ورق العنب. هنحط رز، ومعانا ملح وفلفل وكمون وشويه جنزبيل، وهنحط قوطه معصوره، وهنحط بصلايه. هنحط الخضرة بتاعتنا، وهنحط معلقتين سمنة. دي طبعا طريقة ني في ني كده، يعني حاجة بتاعت الفنادق، بس بتبقى طعمها تحفة. ولو عندك حتة ليا حابة تحطيها برضو بيبقى طعمها جميل قوي. انا هوريكم ازاي بنلف ورق العنب كده على طبعا دي الناس كلها، الشعب المصري طبعا كله عارفه وبيتلف ازاي. بس دي طريقة سهلة ان انت تطبقيه كده وتعمليها على طبق، بيبقى طريقته حلوة قوي وسهلة جدا. انا هلف ورق العنب زي ما انتوا شايفين كده وهحشيه فيه. بس عايزه اقول لكم ان هو حاجه فوق الوهم، يعني انا كنت اول مره ان انا اجربه واحشيه كده بالورق العنب. طلع فظيع. وبالمناسبه كل سنه وانتم طيبين. دي بقى حاجه انا طبعا عملتها متاخره، بس معلش تتعوض مره تانية. انا هحشيه بقى كده كويس، بس انت ما تكبسهوش من جوه كتير عشان ندي مساحه لورق العنب ان هو الرزايه طبعا بتكبر. ندي مساحه ان هي تاخد راحتها في السوا. وهنجيب كده معانا الخشب ده، السلكات دي نعمل بيها نسد بيها الفتحات ونكتف جناحاتها كده عشان ما تطرش مننا. وهنجيب ميه سخنه نحطها في صينيه، وهنحط فيها طبعا الخلط اللي انتوا شايفينه ده، الليمون وجنزبيل، وهنحط قشر البرتقال بيدي ريحه فظيعه فظيعه. وندلق بقى بقيه الخلط، بس طبعا مش هنحطه كله عشان احنا وهي في الفرن. زي ما انتوا شايفين انا حطاها على شبكه، ونوطي اول الشبكه بتاعه الفرن لتحت. زي ما انتوا شايفين كده انا هحطها وادخلها وبطلعها في وسط السوا، ادهنها عشان ما تنشفش مني. بخلي شويه من الخليط اللي معايا، كل شويه اطلعها كده وادهنها وادخلها تاني، او هي في الفرن تجريها كده تدهنيها وتدخليها. زي ما انتوا شايفين كده انا برضو مفتحاها.
هي طبعا هتاخد سوا من ساعتين ونص ل3، هي هتاخد وقت طبعا. تبدأي غداكي بدري، وزي ما انتوا شايفين كده طلعت بجد تحفة تحفة تحفة. يعني حاجة وهم. هتقولي طبعا ان هي مش هتستوي، هي طبعا بتاخد سوا كتير جدا، بس بتبقى طعمها مختلف عن المسلوق خالص. انا دلوقتي هطلع بقى ورق العنب، طالع فظيع الصراحة، فظيع. اهم حاجة ان انت ما تحطيش كمية جواه عشان ياخد راحته في السوا، يوسع معاكي وياخد راحته في السوا. بصي ورق العنب طالع عامل ازاي، وهي طالعة دايبة. طبعا هو سخن مش قادرة امسكه، بس طالع فظيع الصراحة، مستوي وطعمه رهيب. آه، يعني انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اجربه كده، فما كنت بشوف الشيف طبعا بيعمله. لا احنا ممكن نعمل الحاجه بايدينا وفي بيتنا وتطلع احسن من بره بكتير طبعا، والحاجه تطلع انضف بكتير من بره. وانت تعملي لها التتبيله بتاعتها براحتك. وطبعا عشان عيد الغطاس انا كنت عامله معاه قلقاس بالخضره. انا ان شاء الله هعمله، هبقى انزله لكم في فيديو لوحده. ولو عجبكم بقى الفيديو يا رب يعجبكم كده. يا ريت تدعموني وتشاركوني في الفيديو وتشجعوني عشان ينزل لكم كل يوم جديد. باي باي.